آخر بين المنتخبين الإماراتي والمغربي. حكيم، منتخب المغرب عانى صعوبات كبيرة جدا في تحضير لهذه البطولة، حتى الفريق حضر من دون لاعبين أجنحة، حضر بأربعة لاعبين في الخط الهجومي الأمامي. طرد حمد الله بالبطاقة الحمراء، غاب لمباراتين. تسودالي أصيب في مباراة المنتخب السوري وهو ارتجاج في الرأس وغالبا سيغيب على المنتخب. وليد أزارو هو الخيار الوحيد الذي ظهر وسجل هدف الانتصار على المنتخب السوري. منتخب كل ما يملك حارسي مرمى أو ثلاث حراس مرمى، خط دفاعي وخط وسط، فقط هذا كل شيء بالنسبة للمنتخب المغربي. يعني انت راك تنوم. وحتى في المغرب يا كابتن يقولون ماذا؟ يعني عجب العجاب ان هذا المنتخب يصل الى الدور نصف النهائي. يعني انت راك تنوم في المنتخب الاماراتي. يا كابتن الله يهديك، الساعه 12:30 بالليل كيف انوم؟ يا يوسف كلمة سر المنتخب المغربي والسكتيوي. الألعاب الأولمبية أين وصل مع المنتخب المغربي؟ المغرب بطل عالم تحت 19 سنة. كابتن السكتيوي في الألعاب الأولمبية ما كان عندهم من اللاعبين. إذا قلت لك كان عنده حكيمي، لا، ولكن نتكلم على مدرب. لأن الفريق لا يلعب وحده، هناك مدرب يبني استراتيجية، يبني مخطط لعب، يبني أسلوب لعب. وهذا ما شاهدناه. لو ترجع إلى أداء المنتخب المغربي في الألعاب الأولمبية والأداء المنتخب المغربي هنا يتشابهون بعض الشيء. إذن المنتخب المغربي صحيح أنه عنده بعض النقائص في اللاعبين، ولكن أنا اكتشفت حريمات يا يوسف. لاعب في الوسط، لاعب مميز، أحسن لاعب في المباراة السابقة. هذا يعتبر ظل المدرب في الملعب، بما أنه في الشان المغرب فاز بالشان، وكان حريمات واحد من أهم مفاتيح المدرب في الملعب. والآن أصبح من أهم اللاعبين. غياب تيسودالي عفوا، غياب التيسودالي أكيد. هذا إذا تأكد غياب تيسودالي يعني. لا ولكن على الأقل لن يدخل أساسيا. صح. ولكن عندك حمد الله. وحمد الله راح يجي يعود بعد الإيقاف. راح يجي بجرينتا أنه كان موقف لمباراتين. وحمد الله كان عليه عبء كبير، عبء انتقادات. لا عبء كبير على المنتخب، لأنه هو الليدر، هو أكبر اسم في هذا المنتخب. كان يجب عليه أنه هو يحمل هذا المنتخب على أكتافه. في أول مباراة طرد، الآن هو أمام تحدي ومواجهة أنه يعني يؤكد مكانته، وهو اللي يمكن أنه سيقود كما يعمل الدوسري في المنتخب السعودي، كما يعمل ياسين نعيمات في المنتخب الأردني، كما يعمل إبراهيمي أو لم يعمل كثيرا مع المنتخب الجزائري. إذن المنتخب المغربي رغم بعض النقائص، رغم بعض. طب خلينا نتقدم معك شوية. يعني صفة الأوتسايدر، صفة الفريق الذي في الظل لا يتحدث عنه كثيرون. والله راك تخفف في ضغط كبير انت على المنتخب المغربي يا كابتن. خليني اسالك فقط. انك تخفي اوراق المنتخب المغربي. هل تعلم يا كابتن حتى لنقل اعلاميين رسميين لم يرافقوا هذا المنتخب؟ هذا يعني بانه الضغط بنسبة كبيرة كان خفيفا على منتخب المغرب الذي لا يعلم الكثيرون، لا اللاعبين، لا تفاصيل اللاعبين، لا تفاصيل الإصابات، لا تفاصيل الجاهز من الغائب. يعني نجح المدرب، وهذا لربما نجاح غير تكتيكي، أنه أخفى كل شيء عن هذا المنتخب. وهذه من بعض نقاط قوة المنتخب المغربي، أنه جاء هذه الدورة من غير أي ضغوطات. حتى الإعلام المغربي لم يسلط الضوء كثيرا على هذا المنتخب، لم يضغط عليه حتى يكون بطلا. هي أكيد أنه مطلب أنك لما تشارك في دورة، خصوصا الآن المنتخبات المغربية الآن من المفروض عليها أنها لما تشارك في الدورة حتى تفوز باللقب، وليست المشاركة من أجل المشاركة. لكن الضغوطات لم تكن كبيرة على المنتخب هذا، بقياس أنه اللاعبين كانوا من يعني ضغوطات كابتن فيه من الصف لا في ضغوطات كابتن في ضغوط. كابتن يوسف، منتخب المغرب ما حد يقنعني يقول لي منتخب المغرب اليوم قاعد يلعب باسمه، منتخب عليه ضغوطات. 17 لاعب محترف في الفريق هذا، 17 لاعب ابرزهم اللي هو حمد الله في الوصل الاماراتي، في الشباب السعودي، في الفتح السعودي، في دوريات قويه في الامارات. يعني في لاعبين افضل عن المنتخبات الثانيه، لاعبين متمكنين، بس اللي يعاني منه المدرب يمكن التجانس بين اللاعبين، حتى صحيح يبين صحيح. اسلوب يعني المستوى الفني للمنتخب المغربي بصراحه مش مستوى الكبير، ولكن قاعد يفوز، يبين ما عندهم استقرار فني. هاي اكيد طيب تعطي المدرب. هل كون الامارات لعبت دور ربع نهائي مع الجزائر
سيعتبر أفضل تحضير لها لمواجهة المنتخب المغربي. هل بما تابعته أنت كابتن أحمد، هل أسلوب لاعب المنتخب الجزائري يشبه لاعب أسلوب المنتخب المغربي، حتى نقول بأن الإمارات استفادت من مواجهة الجزائر قبل المغرب؟ الفوز بحد ذاته اليوم على الجزائر، ليش أنا أقول لك اليوم تلعب ضد الاسم، تلعب منتخب الجزائر منتخب كبير، صدقني راح تشوف منتخب الإمارات مختلف كليا أمام منتخب المغرب، خصوصا في مباراة خروج المغلوب، وأيضا في ظل المستويات الكبيرة اللي يقدمها على مستوى أنا أتكلمك فنيا داخل أرضية الملعب. منتخب الإمارات قاعد يقدم مستويات ولكن قاعد يخسر المباريات. اليوم مجرد فوز على منتخب الجزائر، المنتخب الكبير، المنتخب يمتلك تصنيف دولي عالي، يمتلك لاعبين محترفين في الفريق، يمتلك يعني حتى لو مش بالصف الأول ولكن لاعيبه محترفين ومؤثرين في أنديتهم وأندية كبيرة في الخليج، يعتبر معنويا راح يدخل بمعنوية افضل وراح يقدم من افضل المباريات امام المغرب. طيب عندك الجهات، هل استفاد المنتخب الاماراتي من مواجهه الجزائر قبل خوض اللقاء نصف النهائي مع المغرب؟ هي في الحقيقة لا يوجد مقارنة بين طريقة لعب المنتخب المغربي وطريقة لعب المنتخب الجزائري. المنتخب المغربي يمتلك مجموعة من اللاعبين، هناك اوتوماتيزمات، هناك تنشيط هجومي، تشوف البركاوي، تشوف حريمات، الكرتي، زحزوح، تيسودالي اللي سجل الهدف، حتى من ناحيه السيت بيسز يعني الضربات الثابته امام جزر القمر، المنتخب المغربي سجل في 5 دقائق سجل هدفين صحيح. عن طريق ضربات ثابته. اذا يعني تشوف انه اشتغل عليها ولم تجي بمحض الصدفه، على عكس المنتخب الجزائري اللي طريقه لعبه انه تعتمد على ابراهيمي لكسر الخطوط او تعتمد على جلب منافس من الناحيه اليمنى للذهاب الى اليسرى او العكس عن طريق بولبينا. اذا المنتخب الاماراتي اذا اعتمد على طريقه لعب المنتخب الجزائري مساره سيكون. طيب حكيم، المنتخب يلعب من دون اجنحه حقيقيه، يعني لاعبي الجناح، لاعبي الرواق، هل هذا المنتخب سيمضي بعيدا في اي بطوله كانت؟ انت ما عندكش اجنحه حقيقيه، ولكن عندك المساوي وعندك اظهره عندك المساوي وعندك بولكسون. كابتن ظهير يمكن ان يصبح جناح. اكيد الان لا شوف يا يوسف، الان في كره القدم الحديثه الأظهرة أخطر من الأجنحة. لماذا؟ لأنه لما تشوف أنه الكلتي يفرغ المساحات على الأطراف، وتشوف أنه البركاوي يفرغ المساحة على الطرف للبولكسوت، هنا تشوف أنه، وهذا شاهدناه أمام المنتخب جزر القمر. لو تتذكر الهدف الثالث كيف جاء تفريغ المساحات للظاهر، والظاهر طلع بعدها بالكات باس وجاء الهدف الثالث. إذن خطورة المنتخب المغربي صحيح أنه فردياته ليست يعني بتلك القوة على غير المنتخب الأول، لكن هناك مجموعة، هناك أوتوماتيزمات، هناك تناسق تكتيكي، هناك تنشيط هجومي، هناك صلابة دفاعية، تحولت من الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى الدفاع. المنتخب الإماراتي إذا اعتمد على طريقة لعب المنتخب الجزائري أكيد أنه سيفاجأ بطريقة أخرى. السكتيوي ذكي تكتيكيا، حمد الله سيكون كذلك له الكلمة المهمة في هذه المباراة، لأنه حتى حمد الله لم يلعب مباراتين أمام تحدي، وخصوصا طيب سؤال كبير الآن كابتن أحمد، تحدث عن حمد الله، هل بتقديرك مدرب منتخب المغرب يشركه أساسيا أم بديلا ناجحا؟ لا أكيد لأنه تيسودالي كان مصاب. تيسودالي عفوا نقول وليد أزارو مثلا يكون يشترك أساسي. لا أزارو سيلعب على الطرف، لأنه هو سيعتمد على 3 مهاجمين. أزارو سيلعب على الطرف وتكون اللامركزية في التنشيط الهجومي، لكن أكيد أنه حمد الله راح يلعب أساسي. تيسودالي إذا تمكن من المشاركة سيشارك كبديل، لأنه الآن حتى من الناحية التكتيكية، حتى من ناحية تنظيم اللعب، المنتخب الإماراتي ربما اعتمد على كل تحليل الفيديوهات المنتخب المغربي على تيسودالي كقلب هجوم. لكن الآن حمد الله، ونحن نعرف قيمة حمد الله ووزن حمد الله واسمه الكبير في الدوري الخليجي. توقعكما لدور نصف النهائي لكأس العرب حكيم؟ والله ينظر أن المنتخب المغربي سيفوز على المنتخب الإماراتي، والأردن السعودية ستنتهي إلى ضربات الجزاء. أحمد غير متفق تماما، خصوصا حكاية والله هو حر في آرائه. وجهة نظره. طيب شكرا جزيلا كابتن أحمد. ما قلت لي توقع هذه. كان توقعك واضح يا كابتن. إذا كان عاكسني. تفضل يا كابتن، يلا مسجل توقعك. الإمارات على المغرب والسعودية. يعني الإمارات والسعودية في النهائي. طيب على فكرة ممكن تكون مدرب المنتخب العماني في الآونة المقبلة
بالمستقبل أراك مدرب المنتخب العماني، هذا ليست رؤية ولكن توقع. باذن الله، دعواتك ان شاء الله. أنت مستعد؟ لا اكيد تدريب مش سهل، الكلام دائما احنا يا يمكن كابتن أعطيني مستعد ولا لا يا كابتن؟ لا مستعد اكيد، لكن ان شاء الله قدام في المستقبل.